السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي طلاب تاريخنا في كل مكان. إن شاء الله تكون بألف خير يا حبيبي. النهاردة إن شاء الله هنكمل لكم باقي الوحدة الثانية من شرح منهج أولى ثانوي، وطبعا بنفكركم إن إحنا نزلنا لكم عظمة في الدرس الأول ملامح من تاريخ مصر الفرعونية. لو ما اتفرجتش عليه اتفرج على أي هنا أو هنا زي ما تحب يعني. حل واستكمالا لشرحنا ان شاء الله زي ما وعدناك ان احنا نقفل معاك الوحده الثانيه كامله، وان شاء الله زي ما قلت لك كده معاك لاخر السنه شرح وحل بامر الله. وبفكرك ان شاء الله ان هتنزل لك مراجعه شهر نوفمبر، مراجعه جامده جدا ان شاء الله. تسمع الفيديو من هنا تخش تقفل امتحانك من هنا. وان شاء الله هنخش النهارده على الدرس الثاني اللي هو درس الحاله الاقتصاديه. هنعرف فيه الانسان المصري او الشغلانات اللي كان بيمارسها الانسان المصري القديم. جاهز؟ يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. ان شاء الله يا شباب هنبدا الدرس زي ما قلت لك كده الحياه الاقتصاديه، يعني هنعرف الشغلانات اللي كان بيمارسها الانسان المصري القديم، مصادر دخله، بياكل ازاي، الكلام ده كله. صلى على النبي. قال لك ان ربنا سبحانه وتعالى وهب المصري يا جماعه خيرات ومقومات كتير جدا. جميل، ده اللي بتدرسها من اول رابعه ابتدائي. فنجح المصري القديم فعلا ان هو يستغل الموارد دي. جميل، حلو. طب ايه المقومات الاقتصاديه اللي اداها ربنا سبحانه وتعالى للمصريين؟ بص يا عم، اول حاجه خالص نهر مين؟ نهر النيل. عارف ان نهر النيل من المقومات الطبيعيه، ده في الدرس الثالث في الوحده الاولى. شاطر، جميل، ركز بقى معايا. بص كده بيقول لك نهر النيل من اهم عوامل التنميه الاقتصاديه والسبب الرئيسي لقيام ايه؟ حضاره زراعيه. فتخلي بالك ان نهر النيل وفر للمصريين حاجتين، ميه وطين. على دماغك، ركز بقى معايا. بص كده، ميه وطين، ماشي. ميه وطين ساعدوا على قيام حرفه الايه؟ حرفه الزراعه. فخد بالك، بس عايز اقول لك على حاجه. عايز اقول لك لانها جت في امتحانات الشهر او التقييمات بتاعه الوزاره، ان اهم قيمه اداها نهر النيل للمصريين هي القيمه الاقتصاديه، لان هي اللي ساعدته ان هو يعمل اعظم حضاره عرفتها البشريه. حتى يقول لك السبب الرئيسي لقيام اقدم حضاره زراعيه. حلو، يبقى نهر النيل اعظم قيمه اداها للمصريين هي القيمه الاقتصاديه. ركز بقى معايا. بص يا باشا، 2 الاحجار والمعادن. هيستخدمها في ايه؟ طبعا في الفن والعماره والصناعه. يبقى ركز بقى معايا، يبقى الاحجار والمعادن هيفيدوني في ايه يا جماعه؟ في الصناعه. طب رقم 3 الموقع المتميز على بحرين احمر ومتوسط، وهي الحضاره الوحيده او البلد الوحيده اللي بتطل على كام بحر، او الحضاره اللي بتطل على بحرين، بحر احمر وبحر متوسط، وموقعها في وسط قارات العالم جعلها متحكمه في الايه؟ في التجاره، او لها اهميه تجاريه كبيره. حلو، بص يا باشا كده بقى معايا، نخش اول حاجه على ايه؟ على حرفه الزراعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا حبيب قلبي، انت هو هنتكلم في الزراعه ان الانسان يا اولاد كان بيحب ارضه جامد قوي، لدرجه ان هو ممكن يضحي بنفسه عشان ارضه. ليه بتحب ارضك كده؟ اساله، هو انت يا مصري كنت بتحب ارضك ليه؟ قال والله هي اللي بتاكلني. يبقى بص، اول حاجه مصدر من مصادر ايه؟ المصري القديم. حلو، واساس رخاء البلاد، يعني غنى الدوله في الزراعه. يبقى كده لما اجي اقول لك ارتبط المصري القديم بالزراعه لاسباب ايه يا معلم؟ اسباب اقتصاديه. يبقى اسباب يا اولاد ارتباط المصري القديم بالزراعه او بالارض الزراعيه هي اسباب ايه يا جماعه؟ اسباب اقتصاديه، ان هي مصدر من مصادر الدخل القومي. جميل، واساس رخاء مين؟ البلاد. طب يا مستر انت هتكلمني في ايه هتكلمني في ايه؟ في الزراعه. بص يا عم، احنا اتكلمنا اول حاجه عن الفلاح او المصري القديم. هنتكلم بعد كده عن حاجه اسمها المحاصيل الزراعيه. بص يا باشا، كان عندي شويه محاصيل يا جماعه، تعال نتكلم عنها. بص يا باشا، اول حاجه من اشهر المحاصيل اللي كانت موجوده عند المصري القديم هي الحبوب يا جماعه الغذائيه. وركز معايا، واهم حاجه خد بالك، اهم محاصيل هي الحبوب. ليه؟ لان بتشمل القمح اللي هو مصدر الغذاء. جميل، وعندك ايه تاني؟ الشعير. وخد بالك ان القمح ده بيتعمل منه حاجات كتيره جدا. فلما اجي اقول لك الحبوب دي لا غنى عنها، يبقى مرتبطه بحاجه اسمها الامن الغذائي. فلازم الانسان المصري يحقق منها حاجه اسمها الاكتفاء الذاتي، يشبع نفسه منها وتكفيه ويحقق فائض منها كمان، اللي هي الحبوب الغذائيه. فلما اقول لك ايه اهم المحاصيل عند المصري القديم، تيجي تقول له الحبوب الغذائيه. جميل، طب تعال، عندي محاصيل اسمها محاصيل الالياف زي الكتان. طب يا مستر قال لك الكتان ده الايه؟
قال لك لصناعه النسيج. يبقى ارتبطت الزراعه بالصناعه، قال لك حيث كانت الزراعه توفر المواد الخام زي الكتان لصناعه الايه؟ النسيج. وخد بالك صناعه يبقى دي محاصيل نقديه بتتصنع وتتباع. جميل؟ ركز بقى معايا. بعد كده يا معلم هنتكلم عن شويه ايه؟ المحاصيل الثانيه ما لهاش دور، يعني انا هكلمك سريعا كده. المحاصيل دي المفروض ما تحفظهاش، بس ركز معايا. شويه البصل، طبعا مصر القديم اكله الفول وشويه البصل الصبح كده على الفطار، متعود عليها من زمان عند عمك ممدوح بتاع الفول. جميل؟ ركز بقى معايا. عندك شويه البصل وعندك شويه الايه؟ التوم، ماشي، والخس والكلام اللذيذ ده كله. طب بص كده في الاخر، عندك محصول زي يا اولاد السمسم. السمسم ده يا شباب قال لك كان برضه بيستخدمه لصناعه الزيوت. يبقى السمسم لصناعه الزيوت والكتان لصناعه ايوه بالظبط لصناعه النسيج. يبقى كده عندك اتنين من المحاصيل ارتبطوا بالصناعه، عندك الكتان وعندك الايه؟ السمسم. الكتان للنسيج والسمسم للايه؟ للزيوت. جميل جدا. بص يا باشا، تعال نكمل فكره الزراعه عندنا. تعالى بقى بالراحه. انا جيت قلت لك ان الانسان المصري يا حبيب قلبي قال لك كان بيحقق الاكتفاء الذاتي. يعني ايه يا اولاد بيحقق الاكتفاء الذاتي؟ يعني بيشبع نفسه من الاكل. يبقى بيحقق الاكتفاء الذاتي يعني بيعمل لنفسه حاجه اسمها الامن الغذائي، يعني مشبع نفسه من الاكل طول السنه. حلو. قال لك فيما عدا يعني كان بيشبع نفسه الا في اوقات معينه، وهي فترات الكوارث الطبيعيه وقله الفيضان. ان نهر النيل ما يعملش فيضان يا جماعه، او ما يجيبش او ما يجيبش ميه لمصر، ده اسمه قله مين؟ الفيضان. فيبدا يفكر في حاجه معينه، ما هو لكل مشكله حل. انا مشكلتي دلوقتي ان انا دلوقتي ممكن يحصل لي قله فيضان، ما عنديش فيضان جه، طب انا هاكل منين؟ فجيت للمصري القديم فكره مهمه قوي. ايه يا اولاد بقى؟ ان يعمل دلوقتي مثلا الست الوالده في رمضان، حل، او في وقت العزومات ما شاء الله بتعملوا ولايم جامده جدا، بتملوا السفره من اولها لاخرها. حل. بعد ما الناس تمشي الاكل ده هيفضل اسبوع في الثلاجه وهتاكل منه. الاكل ده مش هيترمي، هتاكل منه لحد ما يخلص ان شاء الله. حل. ركز بقى. المصري القديم ما كانش فيه عنده ثلاجات، امال كان بيعمل ايه يا جماعه؟ كان بيعمل حاجه اسمها الصوامع. ايوه الصوامع، مش الصوابع، الصوامع. خد بالك بقى ان الصوامع دي كانت يا ولاد عباره عن بناء مخروطي الشكل. بناء مخروطي الشكل. حل. ركز بقى معايا. البناء ده يا ولاد زي ما انت شايف قدامك كده، دي يبقى بص بناء مخروطي الشكل. حل. بيطلع له فوق من سلم هنا كده، وفي فتحه من فوق. تعالى كده، في فتحه من فوق، تمام كده، بتنزل فيها الغلات بتاعت حضرتك، بترمي فيها الغله. جميل. وفي باب من هنا بتاخد منه الايه؟ المحصول. جميل. خلي بالك بقى معايا، مش ده اللي انا قصدي، يعني مش ده اللي انا اقصده. الصوامع يا اولاد اتعملت ليه؟ قال لك عشان تتجنب ايه؟ تتجنب الكوارث الطبيعيه، وتحقق حاجه اسمها الاكتفاء الايه؟ الذاتي. حلو. فقال لك كانت ماشي تبنى على شكل مخروطي، يبقى شكل هندسي. يبقى تخلي بالك ان هنا الصوامع دليل على تقدم المصريين بالظبط كده في علم الهندسه، وكانت تبنى لتجنب الكوارث الطبيعيه وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ان احنا نشبع نفسنا في اوقات الايه؟ الكوارث وقله الايه؟ الفيضان. ركز بقى معايا. بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها الملكيه الزراعيه. الارض يا ولاد كانت ملك لمين؟ الارض في مصر القديمه ملك لمين؟ قال لك والله ان جميع الاراضي ملك لمين؟ قال لك ملك للملك. يبقى عندي اللي هو ايه؟ متمثل في الدوله. يبقى عندي هنا حاجه اسمها ملكيه ايه؟ عامه. يبقى يا اولاد دلوقتي الارض في مصر القديمه ملك لمين؟ قال لك ملك للملك، اللي هي ملكيه عامه. يبقى دي اول ملكيه عندي. حلو. قال لك والفلاحين يا اولاد كانوا بيزرعوا الارض، تمام كده، ويسلموا الجزء الاكبر من المحصول بتاعهم لمين؟ للدوله. حلو. كضرايب. ما هو مش هيزرع ايه الارض كده او ياخدها كده وخلاص، لا، لازم يدفع ضرايب. فالضرايب دي مش فلوس، ما هو ما كانش فيه فلوس في مصر القديمه، فبيدفع الضرايب دي على شكل محصول، فبيدفع الجزء الاكبر من المحصول بتاعه كايه؟ كضرايب. يبقى هنا يا جماعه حق انتفاع، يعني كان بينتفع بالارض الزراعيه بس بيسلم الجزء الاكبر منها
لمين؟ للدوله. حلو. يبقى اول حاجه عندي الملكيه الايه؟ العامه. طب الملكيه الخاصه كانت عندي 2. بص كده، الملكيه الخاصه كان بيديها مين يا اولاد؟ الملك، او قال لك يمنحها الفرعون. الفرعون كان بيديها لمين؟ للجنود المخلصين يا اولاد. بص، الخيانه ما بتجيش غير من اقرب الناس ليك. خلي بالك، اكبر خازوق هتاخده في حياتك هو من اللي انت قلت لا ما تجيش منه، هتيجي منه وهتاخد اكبر خازوق في حياتك عمرك ما خدته قبل كده. هيجيب لك صداع. جميل. بص بقى يا عم، ان يمنحها الفرعون لمين؟ لجنود المخلصين. قلت لك ان اقرب الخيانه او الخيانه بيجي لك من اقرب الناس ليك، فعشان الملك يضمن ولاء الجنود الكبار له او كبار الجنود له، تمام، يديهم حتت اراضي. جميل. عشان يضمن ايه؟ ولائهم. فلما اجي اقول لك ارتبطت، تمام كده، او ارتبط اعطاء الملك ماشي حتت اراضي او قطع اراضي زراعيه للجنود لضمان ايه؟ ضمان ولائهم. شاطر، عشان ما يعملش او ينقلبوا عليه بمعنى اصح. حلو. وكان بيدي برضه شويه ايه؟ قطع اراضي للموظفين ملكا لهم، او كبار الموظفين ملكا لهم وليه؟ ولوراثتهم. بص كده، صلى على النبي. يعني هيدي حتت اراضي او قطع اراضي لمين يا اولاد؟ لكبار الموظفين. كبار الموظفين يا اولاد اسمع معايا، كبار الموظفين يعني مثال بسيط، انت كطالب ذاكرت كويس وعملنا امتحان وقفلت، فلازم اكافئك، صح؟ حلو. كبار الموظفين الناس المخلصه في عملها عايز يكافئهم، يديهم حته ايه؟ ارض. يبقى هنا جاي يا جماعه نوع من انواع المكافاه. يبقى تخلي بالك ان الملكيه الخاصه ارتبطت بحاجتين، نوع من انواع المكافاه لكبار الموظفين، ونوع او لضمان ولائهم لمين؟ للجنود المخلصين. جميل. حلو. ثم ملكيه الاوقاف. ملكيه الاوقاف دي يا اولاد يعني ارض وقف لا يجوز التصرف ايه؟ فيها. بمعنى ايه؟ ان الاراضي دي مخصصه للانفاق على المعابد والمقابر، بنصرف منها على ايه؟ على اي حاجه دينيه في الدوله زي المعابد والايه؟ والمقابر. يبقى ارتبطت بالناحيه دي الدينيه. يبقى انا دلوقتي يا اولاد بالظبط كده، ركز بقى معايا، عندي كام ملكيه في مصر؟ 3. يبقى انا يا اولاد دلوقتي عندي كام ملكيه في مصر؟ 3 ملكيات زراعيه. حلو. اول حاجه اسمها ملكيه عامه، ان الارض ملك لمين؟ للفرعون او ملك للدوله بمعنى اصح، والفلاح بيزرعها عن طريق حق الانتفاع، انه بيسلم الجزء الاكبر لمين؟ للدوله كضرائب. 2 الملكيه الخاصه، كان بيدي شويه الملك، كان بيدي قطع اراضي للجنود عشان يضمن ولائهم، وكان بيدي قطع اراضي للموظفين او كبار الموظفين لما يعمل حاجه كويسه يحب يكافئه. فدي يا جماعه نوع من انواع المكافاه. وثالث ملكيه عندي ملكيه الاوقاف، اللي كان بيديها الملك او كان بيخصصها الملك ليها اولاد للانفاق على المعابد والمقابر. يبقى ارتبطت بالناحيه الايه؟ الدينيه. جميل. ودلوقتي يا جماعه هنتكلم عن ثالث حاجه. يبقى اول حاجه اتكلمنا عن الفلاح، 2 اتكلمنا عن المحاصيل، 3 اتكلمنا عن الملكيه الزراعيه وكانت كام نوع؟ 3. عندي دلوقتي هتكلم عن تربيه الحيوان اللي هو حضرتك. ركز بقى معايا، تربيه الحيوان يا ولاد، نركز مع بعض. بص يا عم، قال لك ان المصري القديم كان عنده ثروه حيوانيه كبيره. حلو، ما شاء الله. ركز بقى معايا، فين يا ولاد؟ في الدلتا. طب هي الدلتا دي عندي قلت لك دايما هيقول لك الوجه الايه؟ البحري او مصر السفلى. يبقى كده يا اولاد المصري القديم كان عنده ثروه حيوانيه كبيره، حيوانات كتيره جدا في منطقه الدلتا اللي هي الوجه البحري او مصر الايه؟ السفلى. طب انت كنت بتعتمد او انك انت بتاكل الحيوانات على ايه يا اولاد؟ قال لك على المراعي الطبيعيه، اللي هو النبات الايه؟ الطبيعي، اللي هي الحشائش التي كانت تنمو يعني. حلو. وقال لك كان بيربي الماشيه اللي هي الابقار والماعز والاغنام، قال لك بطريقه محترفه عن طريق الرعاة المحترفين. يعني ايه يا اولاد؟ يتابعوا اوقات نمو العشب، يفحصوا الحيوانات او الماشيه ماشي، يعدوهم، يفحصوهم من الناحيه الطبيه، الكلام ده كله. يبقى لما اجي اقول لك يا اولاد تربيه الماشيه كانت تتم بطريقه محترفه فين؟ في الوجه البحري او مصر السفلى او منطقه الايه؟ الدلتا. طب يا مستر مين اشهر الحيوانات؟ طبعا البقر، واحتل المكانه الاولى بسبب تعدد فوائدها. جلود بقى، بص عندك جلود ولحوم واجبان وايه والكلام ده كله. خد بالك ان البقره
كانت اله وسماها حتحور، وكان معجب بها جدا. المصري القديم عنده خلل، عنده بوظان في مشاعره، مش فاهم يعني ايه الحلو في البقره، بيقول لك عينيها. عشان كده خدي بالك لما جوزك ان شاء الله لما ربنا يكرمك او خطيبك حلو يقول لك ان عيونك عيون بقر، فهو كده بيغازلك، بيقول لك حاجه حلوه ماشي، ما تدوش باللي في ايدك. ركز بقى معايا. وبعد كده عندك الاغنام ثم الماعز. جميل. بعد كده نخش على ام حضرتك بتربي ايه فوق البيت؟ بتربي طبعا شويه طيور، شويه بط، وز، فراخ، دجاج اللي هو ايه، وبعد كده عندك مين؟ حمام. وكمان يا ولاد اهتموا بتربيه مين؟ النحل. جميل. خش على اللي بعده يابا. بص كده معايا. طب انا كنت بستفيد من الحيوانات ازاي؟ خلي بالك كنت بستفيد يا ولاد من الحيوانات في الزراعه والنقل، يبقى بستفيد منها في الناحيه الاقتصاديه. في الزراعه ازاي؟ كنت بستخدم الحيوانات في اعمال الحقل يا ولاد، وكنت بستخدمها برضو ان هي تجر العربيات عشان تنقل البضائع او السلع من مكان لاخر. جميل. وان احنا بنستفيد من الصوف بتاعها وشعرها وجلودها. جميل. صلي بينا بقى على النبي. هنتكلم النهارده برضو او هنتكلم عن حاجه اسمها الصيد. جميل. طب الصيد يا ولاد نركز مع بعض كده يا شباب. الصيد عندي قال لك كان عندي صيد البر اللي هو في البر في اليابس عموما. خد بالك بقى، وده كان بيعتمد على صيد الحيوانات فين؟ في الصحراء. حلو. تروح تصطاد لك غزاله، تروح تصطاد لك اسد. بس خد بالك اي حد كان بيروح يصطاد الغزلان والاسود؟ قال لك لا، المصري لم يهتم بصيد البر. ليه؟ لانه يا حبيب قلبي مش مفيد اقتصاديا، مش هياكلني المام او مش هيجيب لي فلوس. امال ايه يا اولاد؟ كان رياضه، كان ترفيه لعليه الايه؟ لكبار القوم. يبقى يا اولاد صيد البر ما كانش مهم عند المصريين القدماء او عامه المصريين. ليه؟ لانه غير مفيد، عدم جدوى اقتصاديا، مش مهم خالص. ركز بقى معايا. يبقى كده اولا صيد البر يا اولاد ارتبط بالتقسيم الطبقي، زي عندك الايه؟ البرديات، وعندك مين؟ الاستراقه. حلو. اتنين صيد الطيور قال لك مش بيحتاج مجهود كبير جدا، زي السمان والايه؟ والبجع، وما بتجيش فيها اسئله. ركز بقى معايا. بص يابا، تعالى بقى عند صيد الايه؟ الاسماك، عكس صيد البر. ازاي يا مستر؟ قال لك ان الاسماك دي يابا كانت مصدر او من المصادر الرئيسيه للغذاء، وكانت للطبقات الفقيره. يعني اي حد فقير كان المهم عنده ان هو يروح يصطاد عشان ياكل. يبقى الاسماك دلوقتي يا اولاد او صيد الاسماك ارتبط بالناحيه الاجتماعيه الاقتصاديه، مفيد للطبقات الفقيره. طب كنا بنصطاد منين؟ يا اما من نهر النيل، يا اما من الترع، يا اما منين؟ من البحيرات. حلو. يبقى صيد البر ده مرتبط بالتقسيم الطبقي، لانه هو كان مجرد ترفيه للناس العاليه في الدوله، كبار الدوله. جميل. اللي هم دلوقتي بيلعبوا جولف. ركز بقى معايا. دلوقتي عندك ماشي وقلت لك ان المصريين ما اهتموش او عامه المصريين ما اهتموش بصيد البر لانه غير مفيد اقتصاديا. اما صيد الاسماك كان مفيد جدا للمصريين، خصوصا الطبقات الفقيره، لانه كان مصدر للغذاء. يبقى ارتبط بالناحيه الاجتماعيه والايه يا اولاد؟ والاقتصاديه. جميل. دلوقتي يا اولاد هنتكلم بقى، هل الدوله سابت الفلاح كده وخلاص؟ لا، الدوله كانت بتساعد الفلاح. ازاي يا مستر؟ يعني دلوقتي يا اولاد هنتكلم عن دور الدوله ماشي في ان هي تطور الزراعه وتساعد الفلاح وتقف جنبه. حلو. قال لك ايه؟ قال لك ان الحكومه المركزيه اللي هي الدوله يا اولاد، ايوه جميل، ساعدت في النهضه ان هي تطور من الزراعه، خصوصا في عصر الدوله الوسطى اللي كنا بنقول عليه عصر الرخاء الاقتصادي، اللي هو من كام؟ من 11 ل 12. جميل. اللي هو اقل عصور القوه. ركز بقى معايا. اول حاجه هتعمل مشروعات للري. مشروعات يا اولاد للري زي مثلا الترع، الجسور، حل القنوات. هتعمل شويه سدود يا اولاد. طب السدود ليه؟ قال لك عشان تحمي البلد او تحمي الاراضي من الفيضانات. جميل.
ومن امثلتها سد الايه؟ اللاهون اللي هنتكلم عنه بالتفصيل كمان شويه. حلو؟ هنزود مساحه الاراضي الزراعيه. افهم بقى. وهنا انا بتكلم عن زياده المساحه نفسها. ازاي بقى؟ انا مش فاهم النقطه دي يا مستر. بص يا باشا، صل على النبي في قلبك كده وتعالى. ايوه كده. بص يا، انا عندي حاجه اسمها زراعه، وفي نوعين من التوسع يا اولاد، توسع افقي وتوسع رأسي. ايه الفرق بين الاتنين يا حبايب قلبي؟ بص يا عم، التوسع الافقي هنا توسع في المساحه الزراعي، زي ما اكون مثلا بزرع فدان، زرعت 10 افدنه، يبقى انا كده هنا، او استصلاح اراضي، زودت من فدان ل 10 افدنه، يبقى انا هنا توسع ايه؟ توسع افقي. طب التوسع الراسي ده لما يكون يا اولاد عندي فدان واحد بس، الفدان ده بيجيب لي طن، بدات استخدم ايه؟ بدات استخدم اساليب حديثه، بذور جيده، مبيدات كويسه، اسمده عضويه، الكلام ده كله، اصبح الفدان بدل ما بيجيب لي طن اصبح يجيب لي 10 طن، يبقى انا هنا توسعت في الفدان نفسه، او توسعت في انتاج الفدان نفسه، يبقى انا اسمه توسع ايه؟ راسي. فلما اقول لك توسع في المساحه الزراعيه تقول لي يا مستر توسع افقي. جميل. نرجع لموضوعنا ونتكلم هنا عن دور الدولة. قلت لك أول حاجة عملت مشاريع للري. جميل. 2 عملت شوية سدود زي سد اللاهون. 3 تزود مساحة الأراضي الزراعية اللي بسميه توسع أفقي في الزراعة، إن أنا بزود المساحة. جميل. هنشرف على بقى مشروعات الري والزراعة والكلام ده كله عن طريق شوية إدارات الدولة بتعملها، زي إدارة مسح الأراضي. ما بيجيش فيها أسئلة بس أنا لازم أشرحها لك. حل؟ إدارة مسح الأراضي دي يا أولاد مهمتها إيه؟ إن تقيس لي الأراضي الزراعية وتحدد مع إيه؟ اللي هي الحدود بتاعة الأراضي الزراعية أنت وجارك وغيرك والكلام ده كله. جميل؟ إدارة الري دي اللي بقى بتشرف على السدود والجسور والترع والقنوات، الكلام الحلو ده كله. الإدارة المحلية للإقليم زي مثلا ما تقول كده المحافظ مثلا. حل؟ اللي هو بيحدد الضرائب، بينفذ كلام الملك. حلو. تعالى بقى اداره الزراعه هي اللي بتحدد كل سنه هنزرع ايه، المحاصيل، الكلام ده كله. ما بتجيش اسئله بس قلت لك ايه، نبذه مختصره عن كل حاجه بدول. بص يا عم. 5 قال لك الاداره السليمه، الاداره الصح، عشان نواجه الازمات وقت ما يكون في ازمه او كارثه. والدليل على كده يا اولاد قصه سيدنا يوسف. حل؟ اسمع قصة سيدنا يوسف. قال لك إن مصر هتمر بسنين خير وفيهم فيضان. جميل. وسنين جفاف. حل؟ فاتخذ يعني نخزن من سنين الخير لسنين الايه؟ الجفاف او الكوارث، يعني بمعنى اصح. فركز بقى معايا في سنوات الجفاف. فايه اللي حصل؟ ده دليل على الاداره السليمه او الاداره الرشيده او التخطيط الجيد في الازمات. جميل. يبقى قصه سيدنا يوسف بتدل على الاداره الجيده او التخطيط السليم. جميل. بص يا ان من فوق قلت لك ان الدوله عملت مشاريع ري، وعندي اشهر مشروع للري في مصر القديمه كان مشروع اسمه يا اولاد سد اللاهون. تخلي بالك منه قوي. يبقى انا عندي سد يا اولاد اللاهون. مين اللي عمله؟ أمنمحات الثالث في عصر الدوله الوسطى طبعا. عملوا فين يا حبيب قلبي؟ قال لك عند مدخل الفيوم بالقرب من قريه اللاهون. وبص عند الخريطه ده او دي، يعني عندك ده يا حبيب قلبي وادي النيل، الوادي. ركز بقى معايا. هنا ده شرق الوادي وده غرب الوادي. يبقى كده يا اولاد او أمنمحات الثالث عمل سد اللاهون يا اولاد عند غرب وادي النيل. برنس يالا. حلو. يبقى في الصحراء الغربيه. جميل. ركز بقى معايا. طب انت عملتوا ليه يا عم أمنمحات؟ قال والله يا جماعه كده
عشان اخزن ميه الفيضان في وقت ما احتاج ليها. جميل. يبقى تخزين مياه الايه؟ الفيضان. ونمنع الفيضان ان هو يغرق الاراضي الايه؟ الزراعيه برضه. ركز بقى معايا. فنتيجه بقى ان عمل السد ده، خد بالك ان ده زي ما انت بتفكر دلوقتي شبه السد العالي، بس السد العالي بيخزن لمصر الميه لمده سنه 100 سنه يعني. اما السد اللاهون بيخزن الميه لمده سنه واحده بس. نسمع. ترتب على انشاء سد اللاهون ايه بقى يا اولاد؟ النتائج بتاعته. قال لك ان احنا زرعنا 27,000 فدان زياده في اقليم الفيوم. يبقى هنا توسع افقي. حلو. ودي نتيجه اقتصاديه، ما هو بتكلم زراعه. جميل. وكمان ايه؟ ده احنا بنينا مدن جديده حول بحيره موريس اللي بقول عليها بحيره قارون. جميل. فدي نتيجه عمرانيه، ولو ما لقيتهاش العمران في الناحيه ايه يا اولاد؟ الاجتماعيه. يبقى من نتائج انشاء سد اللاهون نتيجه اقتصاديه، زراعه 27,000 فدان في اقليم الفيوم، وانشاء مدن جديده حول بحيره موريس، يبقى نتيجه عمرانيه. جميل. تعالى بقى معايا ونخش في حاجه جديده وهي الصناعه. صلى على النبي يا حبيب قلبي. طبعا المصري القديم يا اولاد استغل كل حاجه موجوده عنده. حلو. وكل الموارد اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها له، وعرف خصائصها صح واستخدمها بالشكل المناسب. جميل. نركز بقى مع بعض. اول حاجه هنتكلم عنه هو عمنا الصانع المصري. ركز بقى معايا كده. هنتكلم عن الصانع المصري يا اولاد. بص بقى معايا كده. ماله الصانع المصري يا مستر؟ بص يا حبيبي، الصانع المصري ده كان ياخد دايما حلو الصنعه بتاعته، الصناعه عن مين؟ عن ابوه وجده. حلو. ويديها بعد كده الاب لابنائه. يبقى حضرتك كنت بتاخد او بتورث المهنه بتاعت ابوك وايه؟ وجدك. فهم بيشربوك الصنعه من وانت صغير، فيبدا اسرار الصنعه تنتقل من جيل الى اخر، وانت تبدا تطور، فيحصل تطور للايه؟ للصناعه. عشان كده بقول لك ايه؟ ان يا اولاد انتقال او وراثه الحرفه ساعد على اتقان الحرف نفسها وتطويرها من جيل الى اخر. فلما اجي اقول لك ايه؟ اسباب اتقان المصري وتقدم المصري في الصناعه لاسباب اجتماعيه. يبقى تقدم المصري القديم في الصناعه لاسباب اجتماعيه، والصناعه نفسها اقتصاديه. جميل يا مستر. طب بص يا عم، لو جيت تعمل وتقول لي ايه؟ لن يا مستر اعيش في جلباب ابي، انا عايز يا باشا ابقى فود بلوجر. فود بلوجر؟ مش عايز تبقى حلاق زي ما ابوك؟ لا، اتعلم حرفه ابوك الاول، وبعد كده يا باشا ابقى فود بلوجر، ولا ما تفوتش بلوجر براحتك زي ما انت عايز يعني. ركز. يبقى ليك الحق، بس بعد ما تتعلم الحرفه بتاعت ابوك اتعلم اي حرفه تانية. جميل. بص يا عم، وصلت كفاءة مين؟ وخبرة العمال الحرفيين في مصر القديمة إلى حد الإتقان يا أولاد. ده دليل من إيه؟ على التقدم. دليل على التقدم. حلو؟ ومع الوقت يا أولاد عرفوا خصائص وأسرار المادة الخام اللي بيستخدموها، واستخدموها في أكتر من حاجة، وبدأوا يعملوا من الحاجة الواحدة أو من المادة الخام يا أولاد أكتر من منتج أو أكتر من شكل معين مختلف يعني. ركز بقى معايا. بص يا حبيبي كده، تعالى بقى نشوف يا حبيب قلبي ايه الصناعات اللي الانسان المصري القديم كان بيصنعها. بص يا عم، اول حاجه الصناعات الحجريه. طب يا مستر، هي الصناعات الحجريه دي تعتبر ايه؟ قال لك اقدم صناعات عرفها الانسان او اقدم ماده خام استخدمها الانسان المصري القديم هي الاحجار. طب استخدمها في صناعه ايه يا اولاد؟ الاسلحه، التوابيت، ودي ناحيه دينيه، والتماثيل والاواني. فتعلم بس على التوابيت والتماثيل. بعد كده يا اولاد هيعمل حاجه اسمها طبعا الصناعات الفخاريه. وطبعا الصناعات الفخاريه مرتبطه بالغرين او الطمي اللي كان بيجي من نهر ايه يا اولاد؟ نهر النيل. اذا نهر النيل دلوقتي كان بيخش في الصناعه وهي الصناعات الفخاريه.
وكان بيعمل منها تماثيل واواني وطوب الايه البناء. وخد بالك كده، عشان كده بقول لك ان المصري يا ولاد عرف اسرار الماده الخام الدليل ان عمل تماثيل من الصناعات الحجريه او من ماده الاحجار، وعمل برضو من الفخار تماثيل. ثم صناعه الزجاج، ركز بقى معايا، صناعه الزجاج هنا يا ولاد برضو انك انت تعرف اسرار الماده الخام اللي عندك اللي هي رمال الصحراء وتحولها لصناعه الزجاج. فالزجاج هنا يا ولاد ركز بقى، قال لك ان المصريين اول الشعوب، ده دليل على التقدم، اللي صنعوا ايه يا جماعه؟ الزجاج من الرمال البيضاء اللي موجوده عندي في صحراء مين؟ مصر. وتخلي بالك هنا بقى ان الزجاج ده موجود في صحراء مصر او رمال الزجاج، جميل؟ يبقى دي ماده خام محليه زيها زي الفخار، ماده خام محليه مش جايبينها من بره، والاحجار برضو ماده خام محليه، جميل؟ ركز بقى معايا. وبرضو يا اولاد الرمال مرتبطه بحاجه اسمها طبيعه ايه؟ طبيعه الارض نفسها. وطالما بتكلم عن الصخور والرمال والاحجار فدي حاجه اسمها تركيب جيولوجي. فاجي اقول لك ايه؟ من الصناعات التي ارتبطت بالتكوين الجيولوجي لمصر، تيجي تقول لي صناعه مين؟ الزجاج، وتنفع برضه الصناعات الفخاريه، جميل. بعد كده نيجي للصناعات المعدنيه. حلو؟ قال لك ان المصري القديم كان شاطر يا ولاد جدا. خد بالك برضه قبل ما اخش على النقطه الرابعه افكرك ان صناعه الزجاج دليل على معرفه اسرار الماده الخام. الصناعات المعدنيه زي ما قلت لك كده ان المصري اظهر براعه، يعني اتقان شديد جدا في استخدامه. حلو؟ فصنع منه تيجان الملوك والاقنعه بتاعت برضه الملوك والحلي والتوابيت. وتخلي بالك ان الذهب ده كنا بنجيبه من اسوان اللي هي شمال السودان او من الجنوب عن طريق نهر النيل طبعا. حلو؟ والتوابيت منها تابوت مين يا اولاد؟ تابوت توت عنخ امون. ركز بقى معايا. يبقى المصري القديم يا اولاد اظهر براعه شديده في استخدام ايه؟ معادن مثل معدن الذهب، وعمل منه حاجات كتير. وتخلي بالك كده ان التوابيت كانت بتتعمل من الاحجار وكانت بتتعمل من المعادن، وده دليل على بص ارتباط الصناعه بالحياه دي الدينيه. جميل؟ بص كده ونكمل. رقم 5 يا جماعه هنتكلم عن الصناعات الخشبيه. طب بيني وبينك كده انت في ثالثه اعدادي كنت بتدرس حاجه اسمها الاقاليم المناخيه، جميل؟ ومصر معظم مناخها كان مناخ صحراوي، جميل؟ وجاف، فما فيش امطار اصلا. فهل هينمو غابات؟ ما عنديش غابات. طب هل هينمو اشجار؟ ما فيش اشجار. طب هجيب خشب منين؟ يبقى هنا هنضطر نعتمد على ماده خام مستورده. يبقى ده ما كانش عائق قدام المصري، ما عنديش الماده الخام هجيبها من بره. حلو؟ ركز بقى معايا. قال لك ان المصري استورد الاخشاب منين يا اولاد؟ قال لك من فينيقيا اللي هي شمال شرق مصر، زي خشب الايه؟ الارز. وجنب يجيب الابانوس من النوبه وبلاد مين؟ بونت اللي هي في الجنوب. حلو؟ وصنع من الاخشاب حاجات كتير جدا زي الابواب يا اولاد والتوابيت والاساس والسفن. وتخلي بالك ان هنا كده التوابيت، بالله عليك ما تنساش التوابيت كده اتعملت منها او اتعملت من اكتر من ماده خام، زي الصناعات الحجريه، ايوه، وعندك المعدنيه وعندك الاخشاب. تخلي بالك. الصناعات القائمه بقى على ايه يا اولاد؟ على نبات البردي. نبات البردي ده كان بيزرع على ضفاف نهر النيل. وصناعه الورق، اول برضه من صنع الورق يا جماعه هما المصريين من نبات مين؟ البرد. ده برضه دليل على التقدم والانفراد بيها. حلو؟ فصنعوا من يا جماعه من ورق او من نبات البردي مراكب خفيفه، سلال السله يا شباب. حلو؟ الحبال والحصر اللي هو الحصيره يا جماعه بنقول عليها في الريف عندنا او في القرى بنقول عليها الشريط او الحصيره يعني، جميل؟ والفرش يا اولاد بتاع الايه؟ البيوت. خد بالك برضو ده دليل على معرفه اسرار الماده الخام، ان انا صنعت منها اكتر من حاجه باستخدامات مختلفه يعني.
ثم الصناعات النسيجيه. الصناعات النسيجيه يا اولاد معايا كده يا حبيب قلبي. الصناعات النسيجيه قال لك كنت بجيب كتان او بصنع الملابس من الكتان والصوف والحرير، بس تخلي بالك ان الحرير ده كان مستورد من فينيقيا. يبقى كده عندي مادتين خام مستوردين. اول حاجه عندك الاخشاب، وعندك ايه تاني؟ الحرير اللي كان بيجي منين؟ من فينيقيا. جميل. والنساء هنا استخدمت ايه يا اولاد؟ بص مغازل الايه؟ الخشب عشان تعمل عمليه الايه؟ الغزل، وتستخدم الانوال عشان تعمل عمليه الايه؟ النسيج. ودي يا جماعه بتتعمل من الاخشاب. وهنا ظهر دور المراه في الصناعه، خصوصا الصناعات النسيجيه. جميل. تعالى نكمل يا حبيب قلبي. عندي بقى حاجه اسمها صناعه طبعا الجلود. صناعه الجلود قال لك ان المصري القديم يا جماعه برع جدا في صناعه الدباغه اللي هي الجلود نفسها، وعمل منها احذيه ومقاعد واغطيه الوسائد، الفرش اللي بينام عليه، حلو، وارضيه العربيات، ماشي، وقرب المياه. قرب المياه، يعني قرب المياه القربه يا اولاد، القربه اللي بنحط فيها الميه. جميل. بنعملها من جلد. جميل. وده دليل على حفاظ على الموارد او المياه. طب هنا برضه نفس الكلام في الزراعه. الدوله سابت الفلاح؟ لا، وبرضه مش هتسيب الصانع. هتعمل ايه بقى للصانع المصري القديم؟ صلى على النبي يا باشا كده وركز معايا. اول حاجه هتعمل ايه يا جماعه؟ قال لك هتهتم باستخراج المعادن، توفر بقى بعثات تروح الايه؟ الصحراء عشان تعمل عمليه التعدين، حلو، وتوفر لهم الامن والحمايه. وخد بالك ان اجور العمال محدش يقول لك عليها، كانت بتصرف على شكل مخصصات عينيه. يعني شكل مخصصات عينيه، الاجور مش فلوس. لا، امال ايه يا مستر؟ قال لك ان الاجور كان، ما هو ما فيش نقود طبعا، كانت المقايده. فكان بياخد شويه قمح، شويه شعير، قطع لحم، تمام، بعض مثلا النسيج، الكلام ده كله يعني، ماشي. وكان الملوك يفخرون بانهم يعطون العمال حقوقهم. يبقى هنا عمال الصناعه يا اولاد خدوا امتيازات زيهم زي الجنود لما خدوا برضو امتيازات اللي هي قطع اراضي، تمام كده، يمنحها من لهم يا جماعه؟ الفرعون. بالظبط كده. حلو. ودلوقتي يا اولاد ان شاء الله هنتكلم عن التجاره. والتجاره طبعا ازدهرت بسبب موقع مصر الجغرافي المتميز على بحرين احمر ومتوسط. جميل. بص يا عم، في التجاره هنتكلم عن تجاره داخليه ثم تجاره خارجيه، وسائل نقل، دور الدوله في تنميه التجاره. نبدا بالتجاره الداخليه. دي طبعا هتكون فين؟ قال لك بين المدن المصريه. حلو. قامت في القرى برضه. يبقى المدن والايه؟ والقرى. طب يا مستر كنا بنبيع ونشتري على اساس ايه؟ قال لك ما كانش فيه فلوس، يبقى المقايده، خد حاجه قصادها حاجه. طب يا مستر ما كده حد ممكن يضحك على التاني. قال لك لا، بص ركز معايا. والمقايده قامت على اساس اسمه الامانه والثقه. امانه وثقه بين الاثنين، اللي بيبيع واللي بيشتري، بين التجار يعني. عشان كده المصري القديم كان بيسترشد بالحكم والوصايا الاخلاقيه. كان في حكم بيديها الحكماء، ماشي، للتعامل بين البائع والايه؟ والمشتري. زي مثلا ايه يا اولاد؟ تعالى شوف بس كده. عندك حكمه كده كان بيقول لك ايه؟ يديك الحكمه دي يقول لك ايه؟ من وصايا المصري القديم لا تجعل الميزان غير متوازن. اوعى تغش. هل ولا تغش في القمح، ولا تقلل سعة مكاييل الحبوب. يعني مش الكيلو تخليه 900 جرام، لا. وما تزيدش الوزن لصالحك، يعني يوم ما تروح تشتري حاجه، ماشي، مش تحط ازيد من حقك، لا. والا ذقت وبال امرك. هتنول شر افعالك ده. جميل. ومن يغش تمقته عين الالهه. حتى الفراعنه كانوا بيكرهوا الغش. عشان كده بقول لك ايه؟ ما بني على باطل فهو باطل. ونستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. جميل. حلو.
ده دليل على ايه يا اولاد بقى؟ على استرشاد المصري القديم بالحكم والوصايا الاخلاقيه اللي كانت بتنظم العلاقه بين البائع والمشتري. جميل. بص يا حبيبي، تعالى بقى نتكلم عن حاجه مهمه جدا وهي التجاره الخارجيه، ومهمه يا جماعه للغايه. وركزوا وصلوا على النبي. تعالى نكبر لك الشاشه كده شويه. ايوه احنا عندنا الاثنين ليك يا حبيبي، ركز معايا. بص يا حبيبي، عندك قال لك في التجاره الخارجيه طبعا دي كانت بين مصر ومين؟ والبلاد المحيطه. عشان ايه يا جماعه؟ نتبادل السلع. جميل. خاصه مع الاقليم السوري اللي هم شرق البحر المتوسط. قلمك معايا يا حبيب قلبي وركز معايا. شرق البحر المتوسط، حلو، اللي هي فينيقيا. جميل. وجنوبا مع مين؟ مع بلاد النوبه. يبقى شمال شرقي مع مين؟ مع سوريا اللي هي شرق البحر المتوسط. جنوبا مع مين؟ مع النوبه اللي هي شمال السودان. وايضا مع بلاد بونت اللي هي مين؟ الصومال حاليا. بالاضافه لليبيا اللي هي موجوده غرب مين؟ غرب مصر. طب تعال بالراحه بقى معايا. ايه اهم العلاقات؟ قال لك عملنا علاقات مع مين يا اولاد؟ مع فينيقيا. قال لك اللي هي سوريا ولبنان دلوقتي اللي هي بص شرق البحر المتوسط. جبنا من عندهم ايه يا مستر؟ او ايه اشهر العلاقات التجاريه بيننا وبينهم؟ قال لك والله اشهر العلاقات التجاريه كان في رحله عملها الملك مين يا اولاد؟ سنفرو، ملك من ملوك الاسره الرابعه، يبقى في الدوله القديمه. لازم تسجل معايا الحاجات دي. حلو. راح فينيقيا عشان تجيب ايه يا عم سنفرو؟ قال والله عايز اجيب شويه خشب. حلو. ركز يا معايا. والاصول اللي كان رايح ب 40 سفينه عن طريق البحر المتوسط. فركز بقى معايا. يبقى لما اقول لك العلاقات بين مصر وفينيقيا او اقدم العلاقات بين مصر وفينيقيا كانت علاقات ذات طابع اقتصادي، لما ارسل الملك مين؟ سنفرو، تمام، 40 سفينه عشان يجيب خشب الارز من فينيقيا. جميل. 2. قال لك ليبيا كانت ايه يا اولاد؟ اولا كده غرب مصر. حلو. كنا بنجيب عندهم ايه يا مصر؟ قال لك الزيوت، خاصة زيت الزيتون، وعندك الماشية اللي هي الابقار والاغنام. يبقى انا كنت يا حبيب قلبي بعمل ايه؟ بجيب الزيوت منين؟ من غرب مصر يا مستر، من ليبيا. كنت بجيب الماشية اللي هي الثروة الحيوانية اللي بتخش في الاكل، ثروة حيوانية اهو، ثروة حيوانية، كنت بجيبها برضه منين؟ من الغرب. جميل. طب تعالى بقى نتكلم عن شويه علاقات. برضه عندك بلاد النوبه وعندك بلاد بونت، بس هنتكلم عنهم في اخر الدرس. ركز بس معايا وتركز في الحته دي عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، وصلى على النبي. بص يا عم، امتى يا مستر كان في تجاره جامده جدا لمصر؟ قال لك في عصر الدوله الحديثه. قال لك في عصر الدولة الحديثة شهدت مصر طفرة، يعني نهضة. يبقى امتى يا اولاد تطورت الزراعة في مصر او التجارة في مصر القديمة؟ في عصر الدولة الحديثة، لأن مصر كانت إمبراطورية موجودة في قارة آسيا. حل. ركز بقى معايا. ووصلت تجارة مصر، شوف التقدم بتاعها وصلها لإيه؟ إن هي تتاجر مع جزر البحر المتوسط. جزر البحر المتوسط اللي هي كريت وقبرص، اللي هم جنوب مين؟ جنوب اوروبا. فاجي اقول لك وصلت تجاره مصر في عصر الدوله الحديثه الى جزر البحر المتوسط اللي هي جنوب اوروبا. جميل. يبقى الطفره الحضاريه او الطفره التجاريه حدثت امتى في مصر؟ في عصر الدوله الحديثه. طب في العصر المتاخر اللي هو بقى ايه؟ من 21 ل 30، ايه اللي حصل؟ كان عندي عصر اسمه عصر ايوه النهضه، عصر قوه، عصر الاسره 26. عندي ملك اسمه الملك نخاوي الثاني. عمل ايه عمنا نخاوي؟ هبت في دماغه. يعمل ايه؟ قال لك والله انا عايز ايه؟ انا عايز تمام كده الف حوالين افريقيا، محتاج اكتشف بلاد جديده كده وادعم الاقتصاد المصري. جميل يا عم، ركز بقى معايا. يبقى قلت لك نخاوي في عصر الايه؟ النهضه، اللي هو عصر الاسره 26. عمل ايه؟ السبب في الرحله بتاعته؟
قال والله هو عايز ينشط التجاره، خاصه مع مين يا اولاد؟ مع افريقيا. واللي كان بيقول لك السنه اللي فاتت ان البرتغاليين اول ناس تكتشف طريق راس الرجاء صالح له غلطان، احنا الاصل والباقي يا باشا ايه؟ كسر. ولا انتوا بتقولوها ازاي؟ انا مش فاهم. المهم احنا الاساس يا باشا والباقي ايه؟ شنط وكاس زي ما انتوا بتقولوا. جميل. قال لك اول حد يحاول يدور حوالين افريقيا حلو كان مين يا اولاد؟ نخاوي الثاني، واستعان بالبحاره الفينيقيين. يبقى اول محاوله للدوران حول افريقيا ما كانتش برتغاليين يا باشا، لا ضحكوا عليك، ده كانت من المصريين في عصر النهضه اللي هو عصر الملك مين يا اولاد؟ نخاوي الثاني. حلو. وراح استعان بمين يا اولاد؟ اشطر ناس في البحر في الوقت ده اللي هم مين؟ الفينيقيين. فده دليل عليه يا اولاد على خبرتهم وكفاءتهم. يبقى التواصل اللي حصل بين مصر والفينيقيين او مصر وسوريا في عصر الدوله او العصر المتاخر كان لتنشيط حركه التجاره اللي هو الدوران حول افريقيا. قال لك يا باشا رحله نخاو دي قعدت كام سنه؟ 3 سنوات. حلو. خرجت منين؟ من ميناء الاوديسا اللي هو من خليج السويس، او من ميناء الايه؟ الاوديسا اللي هو خليج السويس. عدت بالبحر الاحمر، ثم المحيط الهندي، ثم المحيط الاطلنطي، ثم تخش تاني البحر المتوسط. يبقى كده يا اولاد رحله الملك نخاو مرت ببحرين، بحر احمر وبحر متوسط. اكتب ورايا، رحله الملك نخاو مرت ببحرين، بحر احمر وبحر متوسط. مرت بمحيطين، محيط هندي ومحيط اطلنطي. وخد الثالثه من عندي، مرت بكم مضيق او كم موقع استراتيجي؟ 2. مضيق باب المندب ومضيق جبل ايه؟ طارق. يبقى كده 2 2 2. رحلة الملك نخاو مرت ببحرين احمر ومتوسط، مرت بمحيطين هندي واطلنطي، مرت بمضيقين استراتيجيين اللي هو ايه؟ مضيق باب المندب ومضيق جبل طارق. وعادت رحلة الملك نخاو بعد 3 سنوات حل مليئة أو السفن محملة بخيرات مين؟ بخيرات قارة أفريقيا. جميل؟ طب تعالى معايا. إيه بقى؟ هنبدأ نشتغل تاني؟ دلوقتي فين يا وليه؟ وطالما بنتكلم عن التجارة فاحنا لازم نتكلم عن حاجة اسمها وسائل النقل يا باشا اللي بتنقل للسلع والبضائع. جميل؟ بص يا عم، كان عندي طبعا نهر النيل، فعندي نقل نهري. حلو. وعشان خاطري النقل النهري ده قال لك كان بينقل البضائع في النيل من الشمال يا حبيب قلبي الى الجنوب. ركز. والعكس تبادل السلع والبضائع، ودي حاجه تجاريه او نشط حركه التجاره التجاره الداخليه. ركز. طب النقل البحري مش مراكب بقى، دي سفن كبيره عشان تنقل وتتواصل مع البلاد الاخرى زي فينيقيا وزي اليونان وزي تحت بلاد بونت. ركز بقى معايا. والنقل البري بقى قال لك كان عندي شويه حيوانات للنقل، شويه عربيات يا اولاد في النقل البري، شويه عربيات بتجرها سيران اللي هي التيران يا اولاد، اللي هم العجول كده اللي هي لها قرون دي. حلو. نسمع. بس في عصر الدولة الحديثة الموضوع اتغير، ظهرت عربيات بتجرها خيول. يبقى أصبح النقل البري أكثر سرعة إمتى؟ في عصر الدولة الحديثة، لأن اعتمدنا على عربيات تجرها الإيه؟ الخيول. جميل. ركز بقى معايا. الحتة دي من أهم النقط اللي الناس المفروض تركز فيها. تعالى بقى بالراحه. ازاي هيطور ملوك مصر التجاره؟ بص يا عم، اول حاجه لازم يعملوا تحصينات يامنوا تامين التجاره. طب هتامنوا التجاره ازاي يا حكومه؟ قالوا احنا لازم نامنها، فهنعمل تحصينات. حلو. هنعمل شويه ادارات خاصه زي الجمارك اللي تفرض فلوس على السلع او الناس اللي بتتاجر من دوله لدوله وتعدي على اراضي مصر، واداره القوافل التجاريه. نحط قوانين عشان نحمي الاسواق
ونحمي او نمنع الغش. يبقى تخلي بالك بقى ان المعاملات التجاريه كانت بتعتمد على الوصايا الاخلاقيه والقوانين. تخلي بالك ان البيع والشراء كان معتمد على حاجتين: الوصايا الاخلاقيه والقوانين. القوانين كانت بهدف ان هي تحمي كل واحد، البائع والمشتري، وتحمي الناس من من الغش. جميل. النقطه اللي جايه دي يا جماعه بالله عليك تفرد ظهرك، تاخد نفس عميق، ولو جنبك شويه شاي حلو او شويه ميه اشرب كده وركز معايا عشان خاطري. الحته دي يا جماعه من اهم النقط وبيجي فيها اسئله فهم، فخلي بالك معايا. بص يا حبيبي، اسمع، هنعمل برضو مشاريع فين؟ في التجاره. ازاي يا مستر؟ مش فاهم. زي ما عملنا مشاريع في الزراعه زي سد اللون اللي عمله الملك امن محمد الثالث في عصر الدوله الوسطى. حلو. هنعمل مشاريع في التجاره زي الملك مين يا اولاد؟ سنوسرت الثالث. مش فاهم يا مستر هيعمل ايه يعني؟ بص بقى تعالى معايا. سنوسرت يا اولاد الثالث ملك من ملوك الدوله الوسطى. هيعمل ايه يا مستر؟ قال لك يا باشا اعمل قناه في الجندل الاول. وزي ما اتفقنا يا حبيب قلبي، لو انت فاكر ان الجندل الاول ده كان له اثار سلبيه واثار ايجابيه. الايجابيه ان حمى مصر من ناحيه الجنوب، بس السلبيه ما كناش بنعرف نتاجر مع مين؟ مع شمال السودان. يجي الملك سنوسرت يقول لك يا باشا لكل مشكله حل وانا اللي هحل. هتحل هتعمل ايه يعني؟ قال لك انا هحفر قناه في الجندل نفسه. ازاي يخرب عقلك؟ ركز بقى معايا. بص كده يا حبيب قلبي انت وهو. عندك يا باشا هنا كده، هو القلم ده ماله؟ عندك هنا طبعا هنرسم مين؟ طبعا هنا شمال السودان. وهنا يا اولاد كان عندي طبعا حاجه اسمها صخور هنا كده. حلو. فاي حد كان جاي من جهه الجنوب طلع الشمال ما كانش بيعرف. فده اثر ايجابي طبعا، حمايه المجال الحيوي او حمايه الامن القومي لمصر من ناحيه الجنوب. طب لو احنا عايزين بقى نجيب حاجه من تحت مش هنعرف. امتى الكلام ده؟ فكان الموضوع قائم على حاجه اسمها النقل البري. يبقى قبل سنوسرت اللي هو قبل الدوله الوسطى، يعني عصر عتيق وعصر دولة قديمة، كنا عشان نتاجر مع شمال السودان هنتاجر عن طريق النقل البري. افهم تاني، هنتاجر مع شمال السودان، كان عندي جنادل صح، مش هعرف اتاجر عن طريق مين؟ نهر النيل. فهستخدم النقل البري عشان اتاجر مع مين؟ مع شمال السودان. فعهد دولتين، عصر عتيق وعصر قديمه. الدوله القديمه يعني لحد جه مين بقى؟ السنوسرت الثالث. قال لك يا باشا ما فيش حاجه بتقف قدامي، انا معايا الحل. هتعمل ايه يا شاء انت؟ قال والله بس انا هحفر قناه. انا كده شلت النهر كله. اسمع تعالي. قال لك يا باشا انا هحفر قناه حلو في قلب في قلب الصخور نفسها. حلو. فهبدا اسهل التجاره مع مين يا ولاد؟ ايوه مع النوبه او شمال السودان. جميل. ركز بقى. يبقى يا ولاد تم التغلب على العوائق الطبيعيه في مجرى نهر النيل او جنوب مصر في عصر الدوله. ايوه يا حبيب قلبي سامعك يا اللي بتقول عصر الدوله الوسطى. يبقى يا ولاد مصر كانت بتعتمد على النقل البري مع دول الجنوب او شمال السودان لحد عصر الدوله الوسطى. يبقى قديمه وعتيق كان بيعتمد على النقل البري،
لحد ما جت الدوله الوسطى بقينا نعتمد على النقل البري والنقل النهري. خلي بالك، ولو ما فهمتش عيد الحته دي تاني. ماشي؟ بص يا عم، تاني حاجه سونيسيرت هيعمل قناه اسمها قناه سيزوستريز. حلو. يربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط، بس عن طريق مين؟ نهر النيل. يبقى هيعمل قناه سيزوستريز دي شبه قناه السويس. حلو. بس هيوصل البحر الاحمر بالبحر المتوسط. حلو. عن طريق مين؟ نهر النيل. عشان يسهل التجاره مع مين؟ مع بلاد بونت. تركز الحته اللي جايه. حلو. اللي هي الصومال. يبقى الهدف يا اولاد من انشاء قناه سيزوستريز دعم التجاره مع مين؟ مع بلاد بونت اللي هي الصومال خصوصا، يعني عبر البحر الاحمر. وبرضه يطور العلاقه او العلاقات التجاريه مع جزر البحر المتوسط اللي وصلناها في عصر الدوله الحديثه، زي مين يا اولاد؟ كريت وقبرص. وبرضه فلسطين وسوريا اللي هو عصر الدوله الحديثه، برضه اللي هو شرق المتوسط، البحر المتوسط. اذا كده يا اولاد بفضل مشاريع الدوله الوسطى اللي هو الملك مين؟ سنوسرت الثالث، لما عمل قناه سيزوستريز اصبحت تجاره مصر ممكن تروح في قاره افريقيا وجزر البحر المتوسط اللي هي اوروبا، وعندك قاره مين؟ اسيا. يبقى مصر كده هتعرف تتصل بكام قاره؟ 3 بسبب مشاريع مين؟ احد ملوك الدوله الوسطى وهو سنوسرت الثالث لما عمل قناه مين؟ سيزوستريز. حلو. تخلي بالك بالله عليك من سنوسرت عمل حاجتين، قناه في صخور الجندل وقناه سيزوستريز. ماشي؟ تركز، بيجي فيها اسئله كتير جدا. ماشي؟ التواصل، هنتكلم عن التواصل الاقتصادي بقى المصري مع افريقيا. مش احنا قلنا ان كان في علاقات تجاريه مع فينيقيا ومع ليبيا؟ فينيقيا شمال شرق وعندك فينيقيا في الغرب. هنتكلم عن مين بقى يا اولاد دلوقتي؟ عن شمال السودان. حلو. قديما. حلو. ليه اسوان يعتبر، او نقول ان اسوان برضو كانت احد مراكز التبادل التجاري بين مصر، يعني مصر كانت بتحب التاجر مع اسوان جدا يا اولاد. ليه؟ بسبب الموقع الجغرافي، ان هي قريبه. قشطه قشطه يا باشا. ركز بقى معايا. قال لك كان شمال السودان كنا بنصدر لهم ايه يا اولاد؟ قال لك كنا بنصدر لهم مصنوعات، يعني بنبيع لهم ايه؟ مصنوعات نحاسيه، اسلحه، منسوجات وحبوب وكتان. يبقى كنا بنبعت لهم يا اولاد حبوب وكتان، وعندك مصنوعات نحاسيه واسلحه. طب كنا بنستورد ايه؟ البخور والعطور. حلو. ومواد التحنيط. يبقى كنا بنستورد مواد التحنيط منين؟ من الجنوب. فيجيب لك صوره تحنيط كده ويقول لك المواد المستخدمه في التحنيط. حلو. كنا بنجيبها منين؟ من الجنوب اللي هي شمال مين؟ السودان. حلو. وكنا بنجيب منها الزيوت. يبقى الزيوت كده كنت بتجيبها من مكانين، من الجنوب اللي هي شمال السودان، وكنت بتجيبها من ليبيا في الغرب. وكنا بنجيب منهم الابانوس والعاج والذهب. وخد بالك كنا بنجيب الذهب من شمال السودان يبقى عن طريق مين؟ نهر النيل. الذهب كنت بجيبه من شمال السودان عبر طريق مين؟ نهر النيل، زي الابانوس والعاج. حلو. قال لك بتوع النوبه اتاثروا بالمصريين بشكل كبير جدا يا ولاد، زي صناعه الاقمشه كانوا بيصنعوها زي المصريين بالظبط، وان هم بيحطوا الخرز، يعني يطرزوا الملابس بتاعتهم. اسمع بقى اللي جايه دي. قبل ما اخش في الحته دي اسمع بقى معايا كده، ان عندك في الاسره السادسه اللي هو في عصر الدوله القديمه اللي حصل يا مستر، يعني قال لك والله بعتوا شويه رحلات تجاريه لشمال السودان. جميل يا مستر. يرأسها احد كبار الموظفين وهو مين؟ حرخوف، اعظم رحاله في الدوله القديمه. اذا يا اولاد كده في شبه بين عندك سنوسرت الثالث تجاره خارجيه مع عمل مشاريع تجاره خارجيه، عندك نخاوي الثاني مشاريع تجاره برضو او عمل تجاره خارجيه. حلو. وعندك برضو حرخوف تجاره خارجيه مع شمال مين؟ السودان. ماشي؟ بص يا عم، بلاد مين بقى يا اولاد؟ الصومال. اسمع معايا كده. بلاد الصومال يا اولاد او بلاد بونت. حلو. قال لك بلغت العلاقات المصريه او العلاقات المصريه مع ذروتها، يعني قمتها، تطورها
في عهد الملكه حتشبسوت، يبقى في عهد الدوله الحديثه. فلما اقول لك ايه، بلغت علاقات مصر بافريقيا في التجاره قمتها جمدانها في عصر الدوله الحديثه في عهد مين يا اولاد؟ حتشبسوت. لما عملت رحله الى بلاد بونت، وخد بالك السبب مين؟ سنوسرت الثالث. لما عمل قناه سيزو ايه؟ سيزوستريز. يبقى الفضل يرجع لمشاريع مين يا اولاد؟ الدوله الوسطى. رحله حتشبسوت الفضل للدوله الوسطى. حلو. وبعدت 5 سفن تجيب يا اولاد حاجات من بلاد بونت، نسمع. وكتبتها على معبدها في الدير الايه؟ البحر، اتعلم عليها عشان احتاجها في اخر درس. جميل. راحت جابت من هناك اخشاب الابانوس، شويه محاصيل زراعيه، بخور وعاج، شويه حيوانات نادره. جميل. عندك الحيوانات النادره زي الزراف والقرده والايه؟ والفهود. ويبقى كده يا جماعه اللهم لك الحمد، خلصنا الدرس. يعني نتمنى ان حضرتك تكون استفدت ان شاء الله، وتدعمنا طبعا بلايك واشتراك وتفعل زر القناه تحت. جميل، عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. وبرضه قلت لك ما تنساش مراجعه شهر نوفمبر، هتبقى مراجعه جامده جدا. تسمع الفيديو تخش تمتحن على طول، وربنا يوفقكم. هتوحشوني. مع السلامه.